لكن المقصود أن من الناس كذابون ومن الناس مغفلون يصدقون الكذابين، فإذا رأوا إنسان ظاهره الصلاح قبلوا عنه كل ما قال دون أن يتثبتوا أو يمسوه أو يعرفوا إن كان هذا الرجل فعلا يضبط النقل والقول أم إنه إنسان ليس كذلك. حقيقة ليبيا ضربت أروع الأمثلة في مثل هذه الثورات من الصغير والكبير، وإلى الآن الأمور الحمد لله تبشر بخير. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. اللي كانوا يكتبون عن ثورة ليبيا، نعم، كنت أقرأ وأتوتر لما أجد واحد يقول لك والله هؤلاء الغربيون انغمسوا في تراب ليبيا والناتو قد يعني ضاع ولن يحقق. كنت أقلق. نعم. لكن الآن النتائج كلها أثبتت أن بغض النظر عن تدخل الناتو إيجابي أو ليس بإيجابي، لكن أثبت أن تدخله كان مدروسا وحقق جزءا كبيرا من أهدافه. جميل. هؤلاء الذين كانوا يقولون أنه لن يحقق أهدافه يلوذون بالصمت، لأنه تبين أن تصورهم لم يكن يعني في مكانه. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. أيضا القتال داخل سوريا، هناك أنباء أن ثمة قتال بين كتائب الجهاد نفسه، وهناك قتل وتصفية بينهم. أنت من الداخل السوري لم تكتب شيئا أبدا حول هذا. لا كذب، لم يقع الدم. أشهر خلاف وقع في الداخل هو خلاف جبهة النصرة ودولة الشام والعراق الإسلامية، ولم يقع بينهم أي قتل، بل إنه ربما بين مقر الدولة ومقر جبهة النصرة أشهر خلاف وقع في سوريا، بين المقرين ما يتجاوز حتى 20 متر. وإذا تثبت وجدت أن هذا المحدث كذاب كبير. يا أهل السنة في العالم، يا أهل السنة في العالم، اليوم سوريا سوف تغير الخريطة من جديد، سواء في العراق أو في سوريا أو في إيران أو في الأحواز.